تعرف إن ألمانيا من أكتر الدول اللي الطلبات فيها ممكن تتأجل بسبب ورقة واحدة بس؟ مش لأنهم بيصعبوا الإجراءات، بس لأن كل تفصيلة عندهم ليها وزن وكل خطوة محسوبة بدقة. خلوني أوضح لكم أكتر، بس في البداية أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة فيديوهات جلوبال EIS فيزا إندكس، موسوعة التأشيرات الأولى في مصر. ألمانيا بلد الدقة، النظام والجدية، سواء رايح سياحة، شغل، دراسة أو علاج. السفارة الألمانية لازم تشوف ملف مترتب واضح ومتكامل. أنواع التأشيرات الألمانية كتير، لكن أهمها السياحية، التجارية، العلاج، الزيارة العائلية، الدراسة، التدريب أو البحث العلمي، وكل نوع ليه ورقه الإضافي. بس الأساسيات واحدة في كل الحالات: جواز سفر ساري على الأقل 6 شهور بعد تاريخ الرجوع، صورتين حديثتين بخلفية بيضاء، تأمين سفر يغطي أي طوارئ طبية بقيمة 30,000 يورو على الأقل، وكشف حساب بنكي آخر 6 شهور في حركة واضحة ومنتظمة. لو عندك ورق يثبت ارتباطك في مصر، شغل، زواج، أملاك، قدمه، لأن من الحاجات اللي بتقوي موقفك جدا. لو رايح سياحة، السفارة بتركز على إن خطة الرحلة تكون واضحة ومترتبة، يعني مواعيد السفر ماشية مع حجز الفندق والطيران، وخطة تبان واقعية مش مجرد حجوزات سريعة. وكشف الحساب لازم يوضح إنك قادر تغطي مصاريف الرحلة كاملة. لو رايح شغل أو مؤتمر، الدعوة الرسمية من الشركة أو الجهة المستضيفة في ألمانيا هي الورقة الأهم، تكون مختومة ومكتوب فيها الغرض من الزيارة ومدتها، ومعاها خطاب من شغلك يوضح انك راجع بعد انتهاء الرحله. اصحاب الاعمال بيقدموا كمان السجل التجاري والبطاقه الضريبيه. في حاله انك مسافر للعلاج، المطلوب تقرير طبي من الطبيب في مصر يوضح التشخيص وخطه العلاج المقترحه، ومعاها خطاب رسمي من المستشفى الالماني بالموافقه على الحاله والتكلفه. كل ورقه لازم تكون مترجمه ومختومه ترجمه معتمده. لو رايح زياره عائليه، يبقى الدعوه الرسميه ضروريه من الشخص المقيم في المانيا، تكون مصدقه من الجهه المحليه هناك، ومعاها صوره من الاقامه او الهويه الالمانيه، واثبات دخل لو هو اللي هيتحمل التكاليف. لو رايح دراسه، القبول الرسمي من الجامعه او المؤسسه التعليميه هو الاساس، وكمان لازم اثبات مالي يغطي السنه الدراسيه بالكامل، سواء بحساب بنكي مغلق في المانيا او تحويل ضمان مالي، وده من اكتر النقاط اللي السفاره بتراجعها بدقه. اما في التدريب او البحث العلمي، المطلوب دعوه رسميه من الجهه المستضيفه توضح نوع البرنامج ومدته والغرض منه. بعد تجهيز الملف، التقديم بيتم من خلال مراكز VFS جلوبال، والسفارة الألمانية هي اللي بتراجع الطلب وبتتصدر القرار. في جلوبال EIS احنا بنفهم كويس ان السفارة الألمانية بتدور على الدقة مش الكمية، وعشان كده كل ملف بيتراجع عندنا بنفس الطريقة اللي بيتراجع بيها هناك. ودي كانت حلقة النهاردة من سلسلة جلوبال EIS فيزا إندكس. انتظرونا في حلقات تانية نتكلم فيها عن دول مختلفة، وخليك فاكر اننا نقدر نساعدك في تجهيز ملفك باحترافية. كل اللي عليك تسجل بياناتك وسيب الباقي علينا. في جلوبال EIS بنجهزك للقبول.